كتير منكم بيشكي من الإنجليزي مع إن هو المفروض من أكتر المواد اللي أنت تكون داخل امتحان آخر السنة وأنت ضامن معظم درجاته، لأنه ببساطة في زي القطعتين اللي بيجي لك في آخر السنة حوالي 16 سؤال ممكن يكون عليهم 18 أو 20 درجة لوحدهم، وكذلك الترجمة عليها بتاع 4 درجات، وكذلك مثلا الإسي عليه بتاع 6 درجات، فأنت داخل الامتحان وأنت معدي المفروض إن أنت ضامن أكتر من نص الدرجة بتاع الامتحان. مش هقول لك إن أنت مثلا على عكس باقي المواد زي الكيمياء زي الفيزياء زي الأحياء، أي درجة أنت بتاخدها فأنت لازم تكون مذاكر الجزء بتاعها جدا جدا. كمل معايا الفيديو كده هقول لك كل فرع بتعمل ايه فيه وان شاء الله ازاي تضمن درجته كويس جدا. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جايه. خلينا نتكلم الاول بالنسبه للجزء المضمون اللي انت داخل بيه الامتحان، زي القطع وزي ترجمه وزي الاسيه. هتقول لي ازاي مع ان انت الحاجات دي اصلا بتنقص فيها كتير زي القطع وتلاقي نفسك بتختار اجابات غلط؟ فانا اقول لك دلوقتي ببساطه جدا، القطع انت مش شرط تكون عارف كل كلمه فيها وتعرف تترجمها مليون في الميه. لا طبعا ده حاجه مستحيله جدا، وهم اصلا مش بيحطوا لك القطعه بناء على كده. يعني اللي بيقفل القطعه في اخر السنه واللي بيقفل الامتحان الانجليزي في اخر السنه مستحيل يكون عارف يترجم كل القطع، ولكن الهدف من القطعه اللي هو يخليك تستنتج. يخليك تستنتج ازاي؟ يعني القطعه دلوقتي بتتكلم عن موضوع معين، فانت والله عرفت تترجم نص الكلمات كده، فانت الغرض من القطعه ان انت تفهم ايه الصياغه العامه او الفكره بتتكلم عن ايه. والله انا صحيح ما عرفتش اترجم كل الكلام، ولكن انا فاهم القطعه دي بتتكلم عن ايه، فاهم ان هو مش عارف اعمل ايه، يعني مش ملم بيها 100% ولكن فاهم هي بتتكلم عن ايه. فالحل النهائي للقطعه مش حته ان انت تحفظ كلمات بس، طبعا الكلمات الكتير هتفيدك ان انت كل ما تكون حافظ كلمات اكتر كل ما تعرف تترجم اكتر، ولكن حلها برضو مهما انت كنت حافظ كلمات وجيت في اخر السنه وانت دخلت الامتحان وانت مش حلل فيها هتلاقي نفسك مش عارف تتصرف فيها. فالحل في القطعه دلوقتي ان انت كل اسبوع كده تثبت لك على الاقل قطعتين. القطعتين دول انت والله العظيم كنت تحلهم وانت ماشي في المواصلات، يعني وانت في المواصلات كده تقرا القطعه وتحلها. لا مش هتاخد منك زي ما انت متخيل تاخد منك ساعه ولا الكلام ده، والله بالكتير ممكن تاخد منك تلت ساعه نص ساعه يوم، يعني مبالغ جدا جدا. فبين المواصلات كده بين مثلا المغرب والعشاء اي وقت انت فاضي فيه حل كده القطعتين دول في الاسبوع. هتقول لي طب ليه وانت اصلا ايه هتدخل اخر السنه وانت مش هيجي لك اي قطعه من اللي انت حليتهم دول؟ ايوه فعلا مش هيجي لك اي قطعه، ولكن دي هتديك فعلا، دي هتديك تجربه وتخليك والله داخل فعلا وانت مستريح وعارف انت كل قطعه بتتاقلم معاها ازاي وبتعرف تحلها ازاي. بالنسبه للترجمه بقى، فالترجمه دي والله مش عارف انت ايه المشكله فيها. الترجمه دي بجد انا والله كنت بحلها من غير ما اقرا الترجمه اصلا، يعني كان بيجي لي الترجمه انجلش وكان في بتبقى ترجمه عربي، فانا كان بيجيب لي الجمله من فوق المفروض ان هو يجيب لي 4 اختيارات وانا اختار منهم الاجابه الصح. اقسم بالله انا كنت بختارها من غير اصلا ما اقرا اللي فوق. اقول لكم ليه؟ هما حلين. اول حاجه عشان تضمن الحل ال 100% فانت طبعا لازم تترجم اللي فوق وتشوفه تحت. طب انت هتلاقي الاربع جمل قريبين من بعض. بص يا عم هتلاقي الاربع جمل في منهم كلهم قريبين من بعض، قارن الجمل ببعضها. يعني ايه؟ يعني هتلاقي الاربع جمل دي شبه دي دي شبه دي والرابعه مختلفه في كلمه طياره. كمل بقى الجمله هتلاقي دي شبه دي شبه دي وفي واحده مختلفه فيهم في كلمه طياره. يفضل لك الاثنين بص على اللي فوق واختارها. فمفيش اسهل من كده في الترجمه ودرجاتها مضمونه جدا جدا، ما تقدرش تضيع الاربع درجات بتاعتها. بالنسبه الاسئله عليها 6 درجات، فانت 6 درجات دي حاجه مش قليله، فانت المفروض برضه انت تكون داخل ضامنها الى حد ما، عامل زي التعبير بتاع زمان وكده، فانت داخل انت عارف ان شاء الله انت ضامن درجته. معلش ببساطه انت هيقعد يقرا الاسم اللي انت كاتبه جمله جمله وكلمه كلمه وحرف حرف، يا عم 700,000 بني ادم غيرك، فانت اكيد مش مفيش الورق ده كله مش هيتقرا ب 100% زي ما انت متخيل. فانت المفروض تعمل ايه ببساطه عشان تعرف تكتب فيه؟ هو اول حاجه محتاج كلمات، انت تكون حافظ كلمات. طيب الكلمات انا اجيب احفظها منين؟ هقول لك في الاخر برضه ايه مصدر كلمات كويس جدا تحفظ منه. بص بقى يا عم الحل النهائي بجد بالنسبه للسي ان انت كل اسبوع كده تكتب واحد. يعني انا النهارده كده ايه هيجي في دماغي اي موضوع في الدنيا وهكتبه كده كده. هتلاقي بعد اي يونت هتلاقي مثلا اي اس بيتكلم عن اي حاجه، اقعد انت اكتب فيه والف كده بجد من ابداعك. يعني والله ايه اهبط بجد اكتب كل حاجه تيجي في دماغك. بعد كده عرضه على المستر بتاعك هيبدا يصلح فيه، لا والله انت الجمله دي مش عارف الجرامر بتاعها كان المفروض كذا، انت الجمله دي مش عارف الكلمه دي كانت اولى في كذا. هتلاقي نفسك اسبوع في اسبوع وانت كل اسبوع عمال تكتب على الاقل اس كل اسبوع، هتلاقي نفسك والله بتتطور جدا جدا، وتلاقي نفسك بتتفادى الغلطات اللي انت وقعت فيها، وبتلاقي نفسك كمان مش بتكتب كلام معقد، بتلاقي نفسك بتكتب كلام سلس وجمل قليله. وكمان هو مش بيطلب منك زي ما انت متخيل في ثانيه ثانوي اكتب لي 150 كلمه و300 كلمه والكلام ده، لا ده بيقول لك 6 جمل 10 جمل، حاجات سهله جدا، فسهل جدا انت تضمن درجتها. السكيلز واللي انا اصلا والله ما قلتش فيها غير في اخر كام شهر اصلا، مع ان هو على دلوقتي درجات كتيره والمفروض ان هو بيجي لك يعني بيجي لك سؤالين او 3 اسئله كل سؤال منهم درجتين في الام سي كيو، فانت المفروض انت تكون واخد بالك جدا منهم وما تروحش تضيع منك الحاجات دي لان هي مش مستاهله. ومن الاخر ما تفتكرش انت بدات فيها من اول السنه فانا كده خلاص مش هلحق المها والكلام ده. في فيديو للسكيلز المستر شريف المصري اللي لك فيه كل السكيلز في 3 ساعات. 3 ساعات يا عم انت بقول لك سكيلز 3 ساعات عليهم 6 درجات، بعد 3 ساعات دول انت ان شاء الله والله ضامن 6 درجات وضامن معظمهم كده. فانت دلوقتي هتعمل ايه؟ تسمع كده ال3 ساعات دول بروقان، النهارده نص ساعه بكره نص ساعه، لان السكيلز مقسمه وحاجات سهله جدا، ولكن محتاج بس ان انت تذاكرها مره وتحل تشوف الجمل بتيجي ازاي وبس. صدق الله العظيم على كده. بالنسبه للنصيب الاكبر في الانجليزي بالنسبه للكلمات والجرامر ان انت عين قاعد مفلوق فيهم طول السنه في 12 يونت كميه كلمات لا تعلى عليها.
بُص يا عم، الجرامر دلوقتي ما تفتكرش إن أنت ال12 يونت هييجي لك من كل يونت 3 أسئلة والكلام ده، لأ، أنت في الآخر كل الاختياري حوالي 18 سؤال والّا 20 سؤال بالكتير، في منهم يا عم هنقول 8 والّا 10 أسئلة جرامر، فأنت متخيل يعني في أصلًا يونتات مش هييجي منها أي سؤال، يعني أنت عمال تموت نفسك والكلام ده، في الآخر مش هييجي منها ولا سؤال أصلًا. فالمفروض إن أنت تكون بتذاكر شوية الجرامر بذكاء، بذكاء إزاي؟ يعني أنت المفروض إن أنت عارف الجرامر في الآخر تربطه ببعضه، والله أنا عندي الأزمنة في آخر السنة كده بعد أنت ما خلصت، أنا عندي الأزمنة، عندي والله الماضي البسيط، الماضي المستمر، عندي المضارع البسيط، وعندي المضارع المستمر، وتبدأ تضبطهم كده وتكتب كل واحد فيهم في كشكول أو تذاكرهم من مصدر كده إيه سريع، لأن أنت محتاج إن أنت خلاص تكون عارف إيه القاعدة وتكون عارف أساسها. طب دلوقتي أنا عارف أساس القاعدة، أجي إزاي أحل؟ بما إن إحنا المفروض الفترة دي بنحاول نلعب على حتة الذكاء شوية وإن إحنا نضمن الدرجات أكتر من إحنا نقعد نراجع كل حرف، لو أنت هتراجع كل حرف من دلوقتي هتلاقي نفسك تايه وبياخد منك وقت كتير جدا لأن الجرامر كبير جدا. فانا هسيب لك مذكره كده على التليجرام، هي بالظبط يمكن 20 ورقه ويمكن اقل، فيها القانون بتاع المنهج كله. قبل انت اصلا ما تراجع من المذكره دي هتعمل حاجتين، اول حاجه ان انت تسمع الشرح مجمع بتاع مثلا 3 4 يونتات، يعني انت دلوقتي كده هتقعد النهارده ذاكر الانجليزي مثلا من الفجر لحد الظهر، حلو قوي كده، هقعد دلوقتي راجع 3 يونتات، 3 يونتات دي يعني انت رجعت ربع المنهج وانت قاعد في قاعده واحده. قسم بجد على مدار الفتره بتاع ال 20 و30 يوم هتلاقي نفسك والله خلصت الانجليزي ورجعته كله. فانت قبل ما تراجع الجرامر من المذكره دي اقول لك هتعمل ايه. تلاقي مستر شريف البغدادي كده مراجع لك 6 يونتات اللي هو نص المنهج في فيديو حوالي 4 ساعات ويمكن اقل من 4 ساعات. ادخل اسمع الفيديو ده شوفه بيركز على ايه كده في كل جرامر، لان الجرامر اكيد مش 30 صفحه بتاع كل يوم هتيجي هي انت عاوز الاسئله بتيجي فين، فانت ركز معاه جدا. خلاص يا عم الاربع ساعات دول خلصت نص المنهج، حلو، ده انت تذاكر من المذكره اللي قلت لك عليها دي، تكون انت عشان تكون انت مجمع ايه الجرامر كله. هتيجي بعدها هتلاقي مستر عبد الحميد حامد مراجع لك ايه 3 4 نوتات مثلا وحلل عليهم، مش مراجعهم كشرح، مراجعهم كحل. طب ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك ان انت هتشوفه هو بيركز على ايه في الحل، والله انا هو حل السؤال ده ازاي، فده هينفعك جدا والله ويخليك ترمي الجرامر. فانت قسم الجرامر كده كل يوم ساعه ساعتين، هتلاقي نفسك والله على مدار اسبوعين 3 بالكتير مثلا خلصت الجرامر ورجعت للجنزي من غير انت ما تحس. عشان ما تقولش تاني بالنسبه للجرامر هقول لك تاني من الاول وجديد. بالنسبه للجرامر، الجرامر محتاج ان انت تركز على كذا حاجه اللي بيجي منها الاسئله، مش ان انت تقعد تحرط في كل حاجه. فمحتاج اول حاجه مصدر يكون سريع انت تراجع منه الجرامر، لان انت اكيد مش هتقعد تراجع ال 12 يونت من الكتاب، هتلاقي نفسك بتراجعه على مدار 3 سنين. فدي اول حاجه المذاكره، وده انا بعتها لك على التليجرام. تاني حاجه تدخل تسمع شرح كده ايه مجمع، ومش شرح 13 ساعه، لا انت محتاج ان انت بما ان انت كنت مذاكره انت محتاج حاجه تفكرك بالجرامر سريعا. تالت حاجه تشوف مستر بيحل اسئله جرامر على الحاجات دي، وكل الحاجات دي انا سبتها لك هنا وهسيبها لك في الديسكربشن برضه. دي بالنسبه للكلمات، والكلمات بص هي كتيره ولكن لا مفر ليها من ان انت تكون بتحفظها من الكتاب. ايوه الكلمات بتاع الكتاب كتيره ولكن انت بتدور على مصدر تحفظ منه الكلمات. فالاول انت تحفظ كلمات المنهج اللي عندك وتدوس عليها جامد. طب انا عندي وقت زياده بعد كلمات المنهج هقول لك دلوقتي تحفظ منين، ولكن هتبص يا عم دلوقتي طب الكلمات انا بنساها، طب كل شويه بتطير من دماغي والكلام ده. اي حاجه بتتنسي محتاج انت تراجعها. انا الكلمات دي ما اذكرش مره ان هي كانت بتتفلت من دماغي من كتر ما انا براجع عليها. انت دلوقتي والله عندك 12 يونت كل الكلمات بتاعتها كتير مش قليله. دلوقتي انت مثلا يا عم في يونت 11 قبلها ايه يونت 10، قبل ما تبدا كده نص ساعه بالظبط، نص ساعه مش اكتر، لو هتاخد اكتر من كده لا يا عم هي خلاص نص ساعه، نص ساعه راجع الكلمات بتاع اليونت ده. طب انا ما لحقتش اراجعها خلاص يا عم سيب الباقي. المهم ان انت تخلي عينك كل فتره تعدي على نفس المصدر انت بتحفظ منه، هتلاقي نفسك والله انت لو ثبت كل اسبوع كده يونت او يونتين انت بتراجع عليهم والله هيفرق معاك جدا ومش هيخليك تنسى الكلمات من دماغك خالص. بالنسبه للمصدر انت تحفظ منه كلمات اضافيه بجانب الكلمات الاساسيه بتاع المنهج اللي عندك. فبص افضل مصدر انت تحفظ منه هو انت. ازاي؟ وانت بتحفظ سواء انت بتحل مثلا القطعه او انت بتحل الترجمه، الحاجات دي انت لو ركزت فيها هتطلع بكميه كلمات اضافيه. اكتب الكلمات دي والله ما في كلمات هتفيدك اكتر من الكلمات دي، بالذات بالنسبه للترجمه. كل ما تحل ترجمه كتير وتطلع بكلمات اضافيه وتكتبها هتلاقي نفسك والله بيفيدك جدا لان الانجليزي ده لغه، فانت ممكن تلاقي 100 مصدر بتحفظ منه كلمات وفي الاخر كلمات مش بتصب في المنهج بتاعك. طب دلوقتي ما يا عم انا عايز احفظ، عملت كل ده في الاخر عايز احفظ كلمات اضافيه تانيه. كتاب العمالقه كان عامل مذكره صغيره كده فيها كلمات مهمه جدا، فانا برضه هبعتها لك على التليجرام ان شاء الله. بس كده كل لميت لك كل فرع بجد ازاي تذاكره، والله العظيم بجد الحاجات دي لو طبقتها هتفرق معاك جدا. فاعمل شويه الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي وامشي عليها الفتره دي اللي هي ال 20 30 يوم دول لحد ما تخلص المنهج، وهتلاقي بجد والله طفره في التغيير بتاعك، وان شاء الله الانجليزي هتكون داخل امتحان اخر السنه وانت ضامن درجاته. وبس اشوفكم في فيديو جديد، ما تنساش اللايك والاشتراك والقناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجايه. سلام.